السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي وإخواني إخوة الإسلام، معكم مستشار أحمد عبد ماهر في بث جديد عن الحج، عن الغير. طبعا أنا عارف إن احنا انتهى موسم الحج، وبتكلم عشان إنه انتهى يعني، وكل عام وأنتم بخير. إخوة الإسلام، في تآليف ومؤلفات للسادة الفقهاء، وإحنا عشان بناخد منهم الكلام يعني كأنه قضية مسلم بها، وأصل هم دول ومش ربنا سبحانه وتعالى قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ مش قال كده ربنا؟ طب واحد مش مستطيع، او واحد مات وكان ايام ما كان عايش مش عايز يحج وما حجش، وكان معاه فلوس وكان معاه صحة وما حجش، حضرتك بتحج عنه ليه؟ وهل متصور ان ده هيفيده؟ مش ربنا سبحانه وتعالى قال: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى؟ الجزاء الأوفى. مش ربنا قال كده؟ طب واحد ما سعاش، انت بقى بتسعى له؟ واحد ما حجش، انت بتحج له؟ بتاخد منه فلوس وتروح تحج عشان تبقى مبسوط انت يعني مثلا، وفاهم نفسك انك بتحج عن حسنين او عن محمدين؟ هذا يعني فقه عجيب وغريب وبعيد كل البعد عن كتاب الله، هذا الفقه، ويجب ان احنا نتخلص من هذا الفقه. كذلك الاقي واحد شايل امه وهو اللي بياكلها وهو اللي بيغير لها تحت لما بتتبل من تحت، وهو اللي وهي بتحج اصلا عشان قبل ما تموت. ما لا يصلح هذا، هذه لا تستطيع اليه سبيلا. اذا كانت وهي شباب لا تستطيع فليس عليها حج، واذا كانت وهي كبيره لا تستطيع فليس عليها حج. يبقى على اي اساس انتوا بتروحوا تحجوا عن الغير او تتحملوا مشقه انك تشيل امك وتبقى فرحان قوي انك شايلها؟ ولا هو مظهر من مظاهر الاشراك بالله انك انت بتوري الناس انك يعني بر بامك؟ احنا محتاجين معلش نعيد النظر في تصرفاتنا وفي فقه فقهائنا. لازم نشعر بالقيمة الحقيقية لدين الله. هل القيمة الحقيقية لدين الله في القرآن، أم أن القيمة الحقيقية لدين الله في البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه وجماعة دول؟ هل القيمة الحقيقية في فتاوى الله في القرآن الكريم، ولا القيمة الحقيقية في فتوى الشيخ؟ احنا لازم يعني معلش عفوا يعني لازم نفوق شوية ونحسن شوية اللي احنا فيه، لانه احنا كده يعني غلط خالص خالص. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولحضراتكم. شكرا جزيلا لكم.